عمرك سألت نفسك ليه بي واي دي بالذات فاجأت العالم كله وعملت نجاح كبير جدا؟ ايوه يا خلوت، ما انت قلت لنا الكلام ده في الفيديو اللي فات، قعدت تقول لي مصنع كهرباء ومصنع بطاريات. انت صح، بس اللي ما لحقتش اقوله لك هو تقنيه الدي ام اي، نظام تشغيل العربيه اللي بي واي دي طورته وخلت العالم كله مذهول حرفيا. ايوه يا خلود، مش ده الهايبريد بتاع بي واي دي؟ والله ما هايبريد. بص استنى، ايه الموضوع؟ خلود هنا. الفيديو ده سبونسرد باي بروفي كار، زيوت المانيه موتورك يحبها. احنا هنعمل ديل اتفاق، لو فهمتك واقنعتك تعمل فولو خلود وتبعت الفيديو ل10 من صحابك. تعال في جوله سريعه كده افكرك بانظمه تشغيل العربيات اللي موجوده في العالم حاليا. عندك البنزين اللي احنا نعرفه، والجاز برضو اكيد عدى عليك، وعندك نظام الهيدروجين، وعندك عربيات الكهرباء، ايوه اللي بتتشحن لازم تحط شاحن وتقعد جنبه ساعتين ثلاثه ده، وعندك الهايبريد والريف. وهنا لازم افكرك بسرعه ايه اصلا الفرق ما بين نظام الهايبريد والريف. نظام الهايبريد اللي بيعتمد على موتور بنزين ومواتير كهرباء، يا اما مايلد هايبريد، بطاريه صغيره وموتور صغير بيساعدوا موتور البنزين على الحركه وبيقوموا بالمهام الثانويه السكندري، مثلا وانت واقف في الزحمه هو اللي بيشغل لك التكييف، مسؤول عن كهرباء العربيه. او النظام المتقدم منه نظام البلاج ان هايبريد، وهنا كبرنا دور الموتور وكبرنا البطاريه شويه لدرجه ان العربيه ممكن تعتمد على موتور الكهرباء انها تمشي اونلي اي في كهرباء بس. وهنا لازم نقول حاجه مهمه جدا، ان مواتير الكهرباء دي صغيره، فمهما مشيت كهرباء بس بتاخد اداء متواضع جدا، ومجرد ما تقرر ان انت عايز تدوس بنزين عشان تاخد باور، في اللحظه دي موتور البنزين لازم هيتدخل. اما الريف بقى لا، رينج اكستندد الكتريك فيكل، النظام اللي بيعتمد فقط على مواتير الكهرباء انها تحرك العربيه. ايه ده يا خلود؟ ما هو في برضه موتور بنزين. ده حقيقي، بس موتور البنزين بيشحن البطاريه بس، حركه العربيه بتعتمد تماما على مواتير الكهرباء، واللي بالمناسبه دي مواتير كبيره تقدر تتسارع بسرعه. طب الدي ام اي بقى ده ليله كبيره بقى. لو انت مركز معايا الدقيقه اللي فاتت دي، فانت كده فهمت ان موتور الهايبريد بيعتمد على بنزين وكهرباء في حركه العربيه، وموتور الريف بيعتمد على مواتير الكهرباء بس انها تمشي العربيه. بس في عيب صغير في موتور الريف، السرعات العاليه. وخدها قاعده من خلود، موتور الكهرباء ضد السرعات العاليه. هنا جت بي واي دي قدمت الحل، الدي ام اي، او تقدر تقول عليه سوبر هايبريد، نظام تشغيل في موتور البنزين يقدر يحرك العربيه لوحده، وفي كمان موتور الكهرباء يقدر يحرك العربيه لوحده بقوه كبيره. وده عكس مواتير الهايبريد اللي فيها مواتير الكهرباء مهما راحت ولا جت بقت مواتير مساعده صغيره. لكن في البي واي دي بالذات في الدي ام اي نقدر نعتمد على مواتير الكهرباء بس، وحتى لو عايز تاخد منها فول باور هتديها لك لوحدها، ومجرد ما نكسر سرعه عاليه يريح بقى موتور الكهرباء شويه ويجي موتور البنزين ياخد دوره. وده خلى بي واي دي في حته ثانيه. لو فهمت واقتنعت اعمل فولو خلود، واشوفك الفيديو الجاي.